في اي سي تي زي ما احنا عارفين كل سنه احنا بقالنا سنين بنشترك في اي سي تي. الاختلاف الرئيسي السنه دي ان احنا نازلين احنا موجودين كشركه واحده، وده يمكن انتوا ده انعكس في البوث تحت. انتوا شايفين ان احنا نازلين البراندز جنب البراندز، كل خدماتنا بنحاول نقدمها للمستهلك بطريقه مدمجه. وعلى سبيل المثال للحصر عندنا بنقدم ان انت دلوقتي لو مشترك وبتدفع فاتوره دي اس ال دي بتزود لك على نقاط البرنامج سبيشال اللي هو بيدي تجميع النقاط وبيدي هدايا للمستهلكين. فدي حاجه بتفيد المستهلك. حاجه ثانيه ان احنا دلوقتي في اي محل او شوب لموبينيل او للينك ممكن المستهلك يشترك او يدفع فواتيره عن طريق الاماكن. فدي بتسهل للمستهلك بالنسبه له ان هو يوصل المحلات دي بطريقه سهله. زائد على كده ان احنا عارفين شركه موبينيل دايما بتزود استثماراتها في الشبكات، زي ما شركه لينك برضو بتحاول تزود استثماراتها في الشبكات شهر بشهر. ده على اندماجنا مع موبينيل. يعني اخبارنا الرئيسيه بالاضافه اللي محمد بيقول هيتكلم على الخدمات اللي احنا بنقدمها للشركات. ان للمستهلك من مقدمين عرض ضخم جدا ان هو 50% لمده 6 اشهر لكل السرعات. واحنا اللي بيميزنا في شركه لينك ان سرعاتنا دايما بتبقى غير محدوده، يعني احنا ما بنطبقش السيستم الاف يو بي اللي هو فير يوسج بوليسي، ده غير مطبق عندنا. ده بيتيح للمستهلك ان هو يستهلك السرعات بطريقه غير محدوده على كل السرعات. دي بتوري ان احنا بنبص للمستهلك اللي عنده قوه شرائيه محدوده او المستهلك عنده قوه شرائيه محدوده. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا سرعتي 512 بقدر ادفع 47 جنيه ونص في الشهر بس ويبقى عندي انترنت. الحقيقه التو برودكتس النهارده اللي احنا بنعمل لهم اللانش مينلي للبزنس سيجمنت عملاء الشركات. بنقدم لهم تو برودكتس هوستد اي بي تيليفون وهوستد كونتاكت سنتر. قبل ما اتكلم على التو برودكتس الحقيقه يهمني ان انا اشرح لكم شويه على الاستراتيجي اللي على اساسها بنطلع نيو برودكتس للبزنس سيجمنت. احنا في لينك دوت نت لاحظنا ان معظم الشركات المتوسطه والصغيره دايما بيبقى عندها تشالنج كبير وتحدي كبير انها تقدر تلونش او تشتري او سبسكرايب في سيرفيسز، لان الكوست عاده بتبقى عاليه جدا. ده خاصه لو هم عندهم طلبات شويه في البيزنس متقدمه، فممكن تبقى شركه صغيره عندها بعض الطلبات المتقدمه وبالتالي بتضطر تعمل انفستمنت كبير جدا في اي سولوشن هي بتحاول تشتريه، سواء بقى نظام التليفونات اللي جوه الشركه، سواء ان هي يبقى عندها كول سنتر عشان ترد على العملاء بتاعتها بطريقه بروفيشنال. فاحنا تبعنا استراتيجي في لينك دوت نت الحقيقه بقى لها سنتين. الاستراتيجي ديت احنا على اساسها بنجيب السولوشنز الادفانسد والتكنولوجيز الادفانسد من الشركات العالميه، بنحط السولوشنز دي في لينك دوت نت. التيم بتاع لينك دوت نت، التكنيكال تيم بتاع لينك دوت نت هو اللي بيدير هذه الحلول بالنيابه عن الشركات، وبالتالي الشركه ما بتقدرش تعمل انفستمنت كبير، هي بس بتشترك في خدمه في لينك دوت نت. احب اعلن من مكاني ان ده اول اوفرنج في مجال الاتصالات الموحده اللي بنسميه اليونيفايد كوميونيكيشن، اللي بيشمل الاي بي تليفوني وبيشمل مراكز الاتصالات خدمات الاتصالات في السوق تحت الصوره اللي بيسميها خدمات المداره اللي هي المانج سيرفيس. والخدمات المداره دي من الكونسبتس المشهوره جدا في مجال الاتصالات ومجال الشركات. الخدمات مقدمي الخدمات بيقدموها عشان يكبروا ساعاتهم السوقيه في مجال الشركات. طبعا احنا بنشكر شركه لينك على اختيارهم لينا كشركه رائده في مجال الاتصالات الموحده، كشركه عندها حلول متكامله تقدر تقدمها في السوق المصري نتيجه تواجدنا الكبير القديم من بقى بتاع 12 سنه في السوق، بحيث ان احنا نساعد لينك انها تقدم حلول متميزه للسوق. وبرضه بنحب نقول ان احنا اختيارنا لشركه لينك هو اضافه لينا، لان شركه لينك شركه رائده في مجال تقديم الخدمات في سوق الشركات، وعندها شركه رائده في مجال الابتكار نفسه في التكنولوجيا، وده باين جدا من التنوع في الخدمات اللي بتقدمها والتنوع في مجال التكنولوجيا. مساء الخير. احنا السنه دي عاملين حاجه لذيذه جدا مع لينك. عاملين سيميوليتر وحاطين فيه العربيه اللي انا بستخدمها في السباقات
حاطينها على الاكس بوكس، تقدروا تجربوها تحت عندنا في البوث. احنا كان بيطلب مننا دايما عايزين نجرب العربيه دي، عايزين نشوف بتفورم ازاي. لما فكرنا نعمل كده ازاي للناس من غير ما هم يركبوا العربيه ويسوقوها، فحطيناها في الجيم. السنه اللي فاتت كسبت 2011 بطوله ريد بول كار دريفت، و2012 برضه السنه دي بالعربيه اللي هي برضه واقفه تحت. هنمثل مصر ان شاء الله في لبنان في شهر 7. معانا استاذ كريم الطويل مدير تسويق شركه لينك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ نحب نعرف الاول من حضرتك ايه الرساله اللي بتوجهها شركتكم النهارده من خلال المؤتمر؟ احنا الرساله الرئيسيه ان احنا بندمج مع شركه موبينيل، وبنحاول من خلال الاندماج ده نقدم خدمات للمستهلك او للعميل. على سبيل المثال في نظام السبيشال اللي هو تجميع النقاط. دلوقتي لو في عميل او مستهلك بيدفع فاتوره DSL من شركه لينك دوت نت، دي بتخش في النقاط بتاعته وبتسمح له ان هو ياخد هدايا اكتر مع نظام سبيشال في موبينيل. طيب ايه الجديد اللي بتقدموه السنه دي لعملائكم؟ احنا اجدد حاجه عندنا اوفر او عرض تسويقي. العرض التسويقي ده تقريبا بيقدم 50% خصم على لمده 6 اشهر لكل العملاء. يعني ايه بكل العملاء؟ يعني في كل السرعات، سواء 512 1 2 4، وهو مش لازم يدفع مقدم عنيف مثلا او 3 اشهر مقدم عشان ياخد الاوفر ده. هو العرض ده ساري، كل واحد حسب قوته الشرائيه بالظبط. وفي نفس الوقت دي بتبقى حاجه غير محدوده، يعني الخط ده بيبقى غير محدود، فهو ممكن يداونلود عليه على قد ما يقدر. ما فيش حدود للخطوط دي في السرعات بتاعتها. طيب نحب نعرف من حضرتك ايه المميزات التنافسيه اللي بتمتلكها الشركه عشان تحافظ على وجودها داخل السوق المصري؟ احنا بجانب العروض الترويجيه اللي بنديها للمستهلك، في حاجات خدمات اللي بنسميها خدمات مضافه. خدمات مضافه اللي هي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، في حاجات بنعملها مع موبينيل، اللي هي الامكانيه مثلا ان العميل ممكن ينزل في موبينيل، محل موبينيل، ويدفع الاشتراك، يشترك او يدفع الفاتوره. في حاجات تانية زي لينك جارد ده بيسمح للمستهلك ان هو يمنع محتوى معين ان هو يوصل لاطفاله او اللي يوصل للشباب عنده في البيت. ده على سبيل المثال للحصر ان احنا دايما بنحاول يبقى في خدمات مضافه بالاضافه الى الحملات الترويجيه اللي احنا بنعملها للمستهلك. عرض موبينيل ده لفتره محدده ولا مستمر؟ ده زي عرض تاني، بيبقى عرض لفتره محدوده، بس اي مستهلك في الفتره دي بيستمر مع العرض لمده 6 اشهر. يعني اي حد هيخش معانا في العرض ده، العرض ساري بالنسبه له لمده 6 اشهر.